السلام عليكم، الله يسعد صباح الجميع. يا هلا ومسهلا. بعد شوي بتكلم لكم عن الترميز العقاري. يعتبر تقريبا السعودية عالميا أول دولة تطبق هذا الأمر بشكل تقني وبشكل فرصة، بس أحتاج أشرحها لكم بشكل مبسط عشان تعرف تتخذ القرار المناسب. أي سؤال يخصها أرسلوا، بخلص لي شغلة وبعدين ببدأ أعطيكم المعلومات. الترميز العقاري يا أخوان نبي نختصر لكم باختصار شديد جدا. أول شيء، هذا عقار. أي عقار؟ الشركات المعتمدة الآن اللي تقوم بالترميز العقاري هي 9 شركات إلى هذه اللحظة، وستكون بازدياد، اللي هم مسوين التطبيقات هذه. ما أبغى أذكر أسماء، لكن اللي تم اعتمادها هي 9 شركات. كل هالشركات ال9 تحت التجريب. واضح؟ الآن هم وضعتهم هيئة العقار تحت على ما يقول التجربة. زين، حقوقك محفوظة لا شك، لكن الشركات هذه تختلف في الإدارات. كل شركة لها إدارة. في ناس عندهم خبرة متمكنين، في ناس ينتقون الفرصة الصحيحة، يأتون بالتقييم الحقيقي. طيب، بنجيها بالحديث الآن. الترميز العقاري، هذا العقار خلنا نسميه عقار فواز. عقار فواز هذا قيمته السوقية حسب التقييم 5 مليون. الشركة هذه ال9 هذولا يجون يدورون الفرص، لقوا الفرصة هذه الموجودة، العقار هذا. طيب، عقار فواز قيمته 5 مليون والرجال بيبيع ب5 مليون. العقار هذا مؤجر 10 سنين بقيمة مثلا كل سنة 300,000 على سبيل المثال، كل سنة 300,000. الشركات ال9 هذه رأت أنه هالعقار هذا هو المناسب. طيب تعالوا جولة العقار، والله عقار حلو وفيه عقد 10 سنين وكل سنة دخله مثلا 300,000 وقيمته مثلا 5 مليون. تعال نبغى نطرحه كفرصة للشراء داخل هذا العقار، أو نضع هذا العقار تحت الترميز. طيب، قيمته 3 مليون، عفوا 5 مليون. نبغى نقسم هذا العقار إلى مثلا على سبيل المثال، لو فرضنا أنهم يبون القسط اللي يبون يتيحون لك أنت تدخل مثلا 5,000، في بعضهم يقول لا 1000 ريال. زين، في بعضهم 10,000، لكن هو تقريبا 1000 ريال وممكن بعد أقل، لكن المنطقي بيكون 1000 فما فوق. خلاص، يقسمون هالعقار هذا 5 مليون يقسمونها على 1000. شوف كم تطلع. ما بيطلع أسوي حاسبة. قسم 5 مليون على 1000 ريال، إذا هم بيحددون قيمة الترقيم أو الترميز 1000 ريال، شوف كم يطلع عندك وحدة. مثلا على سبيل المثال طلع معك 5000 وحدة. خلاص، أنت كم تبي تشتري؟ ب1000، ب2000، 3، 4، ب10، ب15، كل وحدة ب1000 ريال. طيب، تم الشراء وانت شريت والثاني شرى، اكتمل المبنى. الآن الشركات ال9 اللي تم اعتمادها هم يأخذون نسبة إدارة أملاك لهالعقار، يشتغلون لك لسواد عيونك؟ لا طبعا. لكن أنا دخلت على بعض الشركات هذه للأسف ما لقيتهم محددين نسبة إدارة الأملاك، وهذا مفترض الهيئة حدد نسبة إدارة أملاكك، ما تتركها كذا مفتوحة، ما هي فوضى الدنيا. حدد النسبة، هذه هي أهم نقطة صراحة. يعني أنا شايف، ما أدري وش المشكلة، لكن بما أنها بيئة تحت التجربة فالأمر يعني طبيعي، بس إنه يعني هذا شيء. لو فرضنا
أنت أخذت 5000 ريال أو شريت 5 وحدات، 5 ترميزات بالعقار هذا، فأنت دفعت 5000 ريال. كم بيجيك بالسنة؟ شوف، لا تعتقد إنه والله بيجيك مبالغ كبيرة وأنت داخل بمبلغ صغير. يقول لك النسبة الأرباح المتوقعة بناء على العقد. يعني لاحظ، العقار اللي عندي عقار فواز قلنا عقده 10 سنين، يمكن العقار الثاني العقد فيه 5 سنين، يمكن العقد فيه 3 سنين. وهذه تفاصيلها ترى طويلة يا أخوان، تحليلها عميق جدا. ممكن بعض الشركات تبغى فرص بشكل كبير جدا عشان تحصل على إدارة أملاك كبيرة جدا، لأن هي ربحيتها أصلا بإدارة الأملاك، فممكن ياخذ لك أي عقد، أو يعني ما يدرسونه بشكل جيد، لأنه مثل ما قلت لك ترجع إلى أنه يكون أهل خبرة، وبإذن الله أنهم أهل ذمة. طيب، النسبة بيقول لك 5 مثلا، بحدود 5، لكن بالعقد اللي تبي، وهذا طبيعي جدا عشان تكون العملية شرعية، ما في ضمان ربح، ممكن انك تخسر. هو يعطيك على التوقع الموجود الآن بناء على العقار هذا حق فواز، ال10 سنين العقد، يمكن الشركة اللي عند فواز تطلع خلال 2 3 طلع، ما هو بالضروري، فتبدأ تأجير، عملية تأجير جديدة. زين، لكن هو بناء على هالنقطة هذه. وطبعا بالعقد اللي بينك وبينهم بالاتفاقية مكتوب انه ترى ما نضمن شيء، والشركة هذه ال9 شركات ما تضمن لك شيء، وهذا طبيعي من ناحية شرعية، وهذا هو الصح في البزنس التجاري او في الاستثمار بشكل عام، انه ربح خسارة، ما في شيء مضمون ربح مضمون 100%، هذا محرم شرعا. بناء على الدراسة اللي، أو بناء على هالعقار اللي قلنا 10 سنين ودخله 300,000، ترى نتوقع أنه يكون ربحية الوحدة يعني داخل بترميز واحد ب1000 ريال مثلا، ب2000، خلينا نقول، احنا خلينا مثال 5000، أنت داخل ب5000، يجيك بالسنة 250 ريال، 300 ريال، واضح إذا أنت داخل ب5000، فلا تعتقد أنه رقم كبير جدا. الميزة وشو؟ أنه لا، ميزة الترميز، واني انا انصحه انه يخليك تستثمر في اكثر من عقار. لما تدرس الفرصه العقاريه بشكل جيد، قلنا ال9 شركات كلها الان تحت التجربه يا اخوان، حقوقك مضمونه الان، لو تشتري الان مضمون حقوقك، لكن ما زالت بالنسبه لهيئه العقار هي تحت التجربه. فهذه فرصه لك، شخص اللي 20,000 ريال الشهر، هذا 1000، والشهر الثاني 1000 فيلقى نفسه بعد فتره عنده هنا وحده، وهنا عنده ترميز، وهنا ترميز، وهنا ترميز، وهنا ترميز، وهنا ترميز، يعني. وممكن الترميز هذا يرتفع قيمة العقار بعدين، لا جاي بيبيعه، مو هو طبعا، يبيعونه هم، فيكون التوزيع المبلغ على الوحدات. فأنت كم شريت؟ يمكن شريتها ب1000، الآن أصبحت ب1005، 2000، وهكذا. فميزتها أنها تجمع لك دخل، تصير عندك اسلوب جميل ايجابي، مو اسلوب سيء، يصير عندك طبع ايجابي بانه كل شهر تشري هنا، تشري هنا، تشري هنا، هنا 1000، هنا 2000، هنا 3، هنا على حسب دراستك لهالموضوع هذا. فهو العقار يتقسم. وانا في واحد مرسم شوين يقول خاف يطلع لي، يقول حظي يعرفه، خاف يقسمون العقار يطلع لي الحمام. لا لا، هم يقسمونها على شكل وحدات، ما هو يقسمونها بالامتار. بالامتار يمكن يطلع على الله يعزكم الحمام. زين، الحمام هو اهم شيء اصلا بالعقار، بالعكس استثمارك فيه مره حلو، بتحشرهم الاخرين وتدبل الاسعار 10 مرات عشان يستفيدون منه. لا تستهين به. فهو يقسمونه على شكل وحدات ترقيميه رقميه، وانت تشتري الرقم اللي انت بيه. انا اشوف انها فرصه حلوه، تحتاجون انكم تدرسون اي عقار يطرح. الوقت الحالي اللي يبغى يدخل، انا رايي الشخصي المجازف بس، اللي ما يهمه الفلوس، 1000 ريال راحت بسلامتها ولا كأنها راحت أصلا، 2000، 3، 5، 10، لكن لا يدخل بمبالغ كبيرة، لا يدخل بمبالغ كبيرة.
يطقطق. يبدأ الآن عشان يتعرف على المنصات، يتعرف على العقار، لأنه حتى الشركات التسعة هذه بيكون عندهم أخطاء وبيكون عندهم ترتيبات. هيئة العقار برضو عندهم قرارات فيها أخطاء 100%، فهم قاعدين يجربون البيئة ويشوفون. لكن اللي أشوف أنه ضروري الآن ويجب على هيئة العقار من هذه اللحظة أنه 9 الشركات لابد يحددون كم نسبة إدارتهم للأملاك بالخط العريض تكون موجودة بالتطبيق. هذا بشكل مختصر. أي سؤال أي استفسار بنجاوبكم بإذن الله.